العشرينات عند أغلب الشباب العربي مش مرحلة رفاهية، دي مرحلة ضغط وقلق ومحاولات مستمرة إنك تظبط الدنيا من غير أدوات كفاية. مش بتشوف ناس حواليك بتشتري عربيات غالية ولا بتاخد قروض استهلاكية بسهولة. أغلب اللي حواليك يا إما لسه بيبدأ شغل بمرتب ضعيف، يا إما شغال شغلانتين علشان يعرف يعيش، يا إما مستني فرصة سفر أو هجرة، يا إما حاسس إنه متأخر عن الكل. وفي النص في سؤال واحد بيطاردك دايما: أنا المفروض أعمل إيه دلوقتي علشان مستقبلي يبقى أحسن؟ الصدمة بقى إن العشرينات رغم إنها أصعب مرحلة ماليا، فهي أهم مرحلة بتحدد إذا كنت هتوصل لأمان مالي في الأربعينات أو تفضل بتجري ورا الفلوس طول عمرك. المشكلة إن أغلب النصايح المالية المنتشرة مش معمولة لينا. بيتكلموا عن قروض وبطاقات ائتمان وأنظمة استثمار مش متاحة أصلا لغالبية الشباب في العالم العربي. لكن الحقيقة أبسط من كده بكتير. الفلوس في العالم العربي مش بتتبني بالمرتبات، بتتبني بالقرارات الصح بدري. أنا شريف ودي قناة شريف يستثمر، ومعمولة علشان نفهم الفلوس بعقلية تناسب واقعنا، مش نظريات أجنبية بعيدة عن حياتنا. لو حاسس انك بتشتغل كتير وبتتعب بس مش حاسس انك بتتقدم ماليا، اعمل اشتراك في القناة ودوس لايك، لان النهاردة هنتكلم عن 7 قرارات ذكية تقدر تعملها في سن صغير حتى لو دخلك بسيط، وهتفرق معاك جدا لما توصل لسن ال40. وقبل ما نبدأ خلينا أكون واضح معاك جدا، ده مش كلام تنظير ولا وعود بالثراء السريع، دي خبرات حقيقية وأخطاء شفت ناس كتير وقعت فيها وناس تانية نجحت لأنها بدأت صح بدري. الحاجات اللي هنتكلم عنها مش رفاهية، دي أساس. الفرق بين شخص بيكبر ومعاه اختيارات وشخص بيكبر ومعاه التزامات بس. خلينا نبدأ بأول حاجة واللي أغلب الناس في العشرينات بتستهين بيها، مع إنها ممكن تكون أقوى استثمار في حياتك كلها. وأول حاجة معانا وهي مهارة تبيعها بالدولار أو عن بعد. لو في حاجة واحدة لازم تفهمها بدري جدا، فهي إن المرتب المحلي في أغلب الدول العربية مش معمول علشان يبني ثروة. حتى لو اشتغلت شغلانة محترمة وفي شركة كويسة وفي زيادات سنوية، في سقف معين هتوصل ليه وهتقف. علشان كده أول وأهم قرار لازم تعمله في العشرينات هو إنك تشتري مهارة، مش شهادة ومش لقب، مهارة تقدر تبيعها لأي حد في أي مكان في العالم. الفكرة هنا مش إنك تسيب شغلك أو تقلب حياتك 180 درجة، الفكرة إنك تخلق لنفسك باب دخل تاني، باب مش مربوط بسوق العمل المحلي ولا بعملة بلدك. المهارات دي كتيرة ومش محتاجة عبقرية ولا حاجة، زي مثلا مونتاج لفيديو أو تصميم جرافيك، كتابة محتوى، برمجة وتسويق رقمي، أو إدارة صفحات سوشيال ميديا، تحليل بيانات وترجمة. السوق العالمي مليان طلب، بس الطلب مش على الشهادات، الطلب على اللي بيعرف ينجز. وعشان تتعلم المهارة دي صح غالبا هتحتاج تدفع فلوس، كورسات عملية واشتراكات في برامج، لابتوب مناسب، انترنت ثابت. ودي فلوس ناس كتير بتخاف تدفعها، لكن الحقيقة ان دي مش مصروفات، دي استثمار مباشر في نفسك. الفرق بين شخصين في العشرينات، واحد صرف فلوسه على موبايل أحدث وواحد صرف نفس الفلوس على مهارة، إنه بعد 5 سنين الأول معاه موبايل قديم بس التاني معاه دخل مستمر. نقطة مهمة جدا ناس كتير بتغلط فيها، إنك ما تبدأش من الصفر في حاجة ملهاش علاقة بيك. لو انت شاطر في الكلام أو الأرقام أو التنظيم أو التكنولوجيا، ابدأ من الحتة اللي قريبة منك. مش لازم تطارد أعلى مهارة دخلا، لازم تطارد أكتر مهارة تقدر أنت تكمل فيها. الميزة الكبيرة أنك في العشرينات التزاماتك بتكون أقل ومخاطر الفشل أقل ووقتك كمان أطول. فأنت لو فشلت هتتعلم، لو نجحت ممكن تغير مسار حياتك بالكامل. وفي نقطة ناس قليلة بتتكلم عنها: الدخل بالدولار مش بس فلوس أعلى، ده حرية اختيار. الحرية في انك ترفض شغل مش مناسب او ان حد يتحكم في وقتك، والحرية انك تخطط للاستثمار، وانك تبني باقي ال6 خطوات وال6 قرارات اللي جاية في الفيديو. وعشان تبقى الامور واقعية، الموضوع مش هيحصل في اسبوع ولا شهر، بس كل ساعة بتستثمرها في مهارة بتقربك من نسخة اقوى منك في سن ال40.
علشان كده لو معاك فلوس محدودة، أذكى حاجة تشتريها وأذكى قرار تختاره دلوقتي مش حاجة تلبسها ولا تركبها ولا تستعرضها، لكن حاجة تشتغل بيها. تاني حاجة معانا مهمة النهاردة وهي صندوق أمان مالي. قبل أي استثمار، قبل ما تفكر في أي استثمار أو مشروع أو حتى تعلم مهارة جديدة، في حاجة واحدة لازم تكون موجودة الأول وهي الأمان المالي. كتير من الناس بتقع في نفس الغلطة، تبدأ صح وتتحمس تدخل في مشروع أو كورس، وبعدين تحصل أزمة صغيرة فكل حاجة تقع. في الأزمات مفيش استثناء، دي قاعدة. شغل يقف فجأة، أو دخل يتأخر، أو ظرف عائلي طارئ، مصاريف علاج مثلا، موبايل أو لابتوب يبوظ. من غير صندوق أمان، أول خبطة بسيطة بتجبرك إنك تستلف أو تبيع اللي بدأته أو ترجع تاني لنقطة الصفر. صندوق الأمان المالي هو فلوس محطوطة علشان ما تستخدمهاش إلا لو الدنيا فعلا زنقت معاك جامد، مش فلوس استثمار ومش فلوس سفر. ده خط الدفاع الأول، الرقم المثالي فيه من 3 ل 6 شهور من مصاريفك الأساسية، اللي هي الإيجار والأكل والمواصلات والفواتير الأساسية. ولو ده صعب في البداية، ابدأ بشهر واحد بس وبعدين زود بالتدريج. المهم إن الفلوس دي تكون في صورة سايلة وسهلة الوصول ليها ومنفصلة عن أي حساب تاني. ما تحطهاش في استثمار عالي المخاطر أو في مشروع أو حاجة ممكن تخسرك. ناس كتير بتستصغر الخطوة دي وتقول أنا دخلي قليل أستثمر إيه؟ والحقيقة العكس تماما، كل ما دخلك أقل كل ما صندوق الأمان أصبح أهم، لأنه بيديك حاجة أغلى من الفلوس وهي راحة البال. راحة البال دي بقى هي اللي بتخليك تتعلم من غير توتر وتبدأ دخلك جانبي من غير خوف، وإنك ترفض شغل مهين أنت مش حابه، وإنك ما تبيعش نفسك عند أول أزمة. ومن غير صندوق الأمان أي استثمار بتعمله بيبقى تحت ضغط، وأي ضغط بيطلع أسوأ قرارات. الفكرة مش إنك بتعين وبتكدس فلوس، الفكرة إنك بتشتري وقت وبتشتري مساحة إنك تفكر بهدوء. صندوق الأمان مش هيخليك غني، بس هيحميك إنك تفضل فقير، وده الفرق اللي ناس كتير مش واخدة بالها منه. علشان كده قبل ما تسمع عن مشروع مربح أو عملة رقمية أو فرصة مش بتتكرر، اسأل نفسك سؤال واحد: لو الدنيا لخبطت شهرين، أنا ثابت ولا هقع؟ لو الإجابة أنا هقع، يبقى أول حاجة ضروري لازم تعملها حقيقية هو إنك تبني صندوق أمان مالي. رقم 3 معانا وهي تعليم مالي عملي، وهنا أنا مقصودش الشهادات. واحدة من أكبر الأكاذيب اللي اتزرعت في دماغنا إن التعليم هو الشهادة، وإن الشهادة لوحدها كفاية تخليك مستقر ماليا. الحقيقة بقى إن ملايين الناس معاهم شهادات محترمة ومش عارفين يدوروا فلوسهم صح. التعليم المالي اللي بيفرق فعلا مش في الجامعة ولا في مناهج محفوظة، هو تعليم عملي بيخليك تفهم الفلوس رايحة فين، وتعرف الفرق بين أصل ومصروف، وتبني دخل، وإزاي تتجنب الخسائر الغبية. أغلب الناس بتقع في نفس الدايرة، مرتب ينزل يتصرف يستلف ويعيد الدورة كل شهر، مش لأنهم كسالة، لكن لأن محدش علمهم يفكروا ماليا. التعليم المالي العملي معناه إنك تتعلم إزاي تعمل ميزانية بسيطة تمشي عليها، وإزاي تحسب دخلك الحقيقي، وإمتى تشتري وإمتى تستنى، إزاي تحوش من غير ما تحس إنك محروم، وإزاي تتعامل مع الديون قبل ما تدمرك. والموضوع مش محتاج فلوس كتير ولا حاجة، كتاب ب10 أو 20 دولار ممكن يغير طريقة تفكيرك كلها. فيديو واحد في وقته الصح ممكن يوفر عليك سنين غلط. لكن خلي بالك، مش أي تعليم مالي مفيد. في نوعين لازم تبعد عنهم: النوع الأول وهو اللي بيبيع لك الأحلام السريعة، والنوع التاني وهو اللي بيستعرض حياة مش حقيقية. الكورس اللي سعره غالي واللي صاحبه واقف جنب عربية غالية غالبا بيبيع تسويق أكتر ما بيبيع علم. التعليم الصح بيبقى بسيط وواقعي وقابل للتطبيق فورا، ومش بيوعدك انك تبقى غني بكرة. واهم نقطة وهي ان التعليم المالي مش بتاخده مرة وخلاص، ده تدريب مستمر، لان كل مرحلة في حياتك محتاجة فهم مختلف. لما دخلك يبقى قليل
ولما دخلك يزيد، لما تبدأ تستثمر، ولما تبقى مسؤول عن أسرة. الناس اللي بتبني ثروة مش أذكى من غيرها، لكن عندها عادة بسيطة بتتعلم قبل ما تدفع تمن الغلطة. كل فلوس بتخسرها بسبب جهل مالي هي ضريبة على حاجة كان ممكن تتعلمها بدري. علشان كده لو هتستثمر فلوس في العشرينات، استثمر جزء منها في فهمك للفلوس نفسها، لأن الفلوس من غير وعي بتطير، لكن الوعي من غير فلوس بيخليك تعرف تجيبها. رقم 4 معانا النهاردة وهي أداة الشغل الأساسية، ودي بتكون بدل الكماليات. في فرق كبير جدا بين انك تبان ناجح وانك تبقى ناجح فعلا. المشكلة ان اغلب الناس في العشرينات بتصرف فلوسها علشان الشكل، يعني موبايل احدث، لبس اغلى، كماليات ملهاش اي عائد. والنتيجة هنا ولا دخل زايد ولا مستقبل اتحسن. العقلية الصح مختلفة تماما. كل حاجة تشتريها لازم تسأل نفسك سؤال واحد: الحاجة دي هتزود دخلي ولا لا؟ لو الإجابة لا، يبقى غالبا مش وقتها. أداة الشغل الأساسية هي أي حاجة بتخليك تنتج، وبتخليك أسرع، وبتزود جودة شغلك، وبتفتح لك باب دخل جديد. ممكن تكون لابتوب بيعتمد عليه، أو إنترنت ثابت، أو برامج أصلية، أو أدوات ومعدات تصوير، أو أدوات تصميم، أو أدوات تسجيل صوت. ناس كتير بتقول هبدأ لما أجيب أحسن حاجة، والحقيقة أن أغلب الناس الناجحة بدأت بأدوات بسيطة جدا وطورت نفسها مع الوقت. موبايل غالي عمره ما عمل فلوس، لكن لابتوب متوسط زائد مهارة عملوا دخل لناس كتير. الفكرة مش انك تحرم نفسك، الفكرة انك تأجل الكماليات لحد ما تبقى أدوات الشغل هي اللي بتجيبها. أخطر حاجة ممكن تعملها انك تشتري كماليات على امل انها تحفزك، او تستلف علشان تحافظ على شكل معين ليك قدام الناس. خلي بالك ان ده ضغط نفسي كبير، وبيخليك تشتغل علشان تسدد ديون، مش علشان تبني نفسك. اللي عنده أداة شغل حقيقية بيكون عنده فرصة انه يشتغل اونلاين ويزود دخله، او يطلع بره حدود السوق المحلي. ولو معاك مبلغ محدود، يبقى أذكى اختيار مش انك تشتري الأغلى، لكن تشتري اللي يخدمك دلوقتي. ابدأ بحاجة تخليك تتحرك وتنجز وتدخل فلوس بسرعة، وبعدين لما الدخل يزيد الكماليات دي هتيجي لوحدها ومن غير أي ضغوط. علشان كده في العشرينات اشتري أدوات شغل مش أدوات استعراض، لأن اللي بيستثمر في إنتاجه هو الوحيد اللي فعليا بيستثمر في مستقبله. رقم 5 معانا وهي استثمار بسيط أو مشروع صغير قابل للنمو. بعد ما تتعلم مهارة وتأمن نفسك بصندوق مالي وتفهم فلوسك ويبقى معاك أداة شغل حقيقية، تيجي المرحلة اللي ناس كتير بتخاف منها، إنك تخلي الفلوس تشتغل. خلينا أكون واضح وصريح معاك، مش كل الناس تقدر تبدأ بعقار، ولا كل الناس عندها راس مال كبير، ولكن كل الناس تقدر تبدأ صغيرة. الخطأ الشائع ان الناس فاكرة ان الاستثمار محتاج مبلغ كبير ومخاطرة عالية او فرصة العمر، والحقيقة ان اخطر استثمار هو ان فلوسك تفضل نايمة. الاستثمار البسيط او المشروع الصغير معناه انك تحط فلوسك في حاجة ليها طلب حقيقي، حاجة انت فاهمها وتقدر تتابعها، وقبل انها تكبر مع الوقت. مش شرط يكون مشروع معقد، ممكن تعمل تجارة بسيطة جدا اونلاين، او اعادة بيع منتجات، او مثلا خدمة بتقدمها وتكبرها مع الوقت، او تدخل نفسك في شراكة صغيرة، او تعمل قناة فيها محتوى بتتبني صح. المهم انك تبدأ بحاجة تكلفتها محدودة والخسارة فيها صغيرة وتقدر تتحملها، وحاجة تعلمك ازاي السوق بيفكر. اغلب اللي نجحوا ماليا بدأوا بحاجة صغيرة جدا، لكن الفرق انهم استمروا وطوروا مع الوقت، وما استناش انه يبدأ بالحاجة الكاملة. ونقطة مهمة جدا، ما تحطش فلوسك في حاجة انت مش فاهمها. لو حد قالك كلمة دخل مضمون، او من غير مجهود، او دي فرصة مش بتتكرر، اعرف انك قدام مخاطرة مش استثمار. الاستثمار الصح بيكون بطيء في الاول،
ومحتاج متابعة ومش مثير، بس مع الوقت بيكبر وبيستقر وبيفتح أبواب أكبر. والميزة الحقيقية إنك لما تبدأ صغير الغلط هيعلمك. في العشرينات مش مطلوب منك تبقى غني، مطلوب منك تبقى فاهم ازاي تدخل السوق وتختبر نفسك وتبني خبرة حقيقية. لأن اللي بيتعلم الاستثمار بدري لما تجيله فرصة كبيرة بعدين بيبقى جاهز ليها. علشان كده استثمار بسيط النهاردة أفضل بكتير من حلم كبير عمرك ما تبدأه. ابدأ بحاجة صغيرة وخليها تكبر معاك، مش حاجة كبيرة وتبلعك. ودلوقتي مع رقم 6، وهي بناء شبكة علاقات ذكية بتفتح لك فرص. في عالمنا ده يا صديقي الفلوس مهمة، لكن العلاقات أحيانا بتكون أهم، مش علشان واسطة، لكن علشان أغلب الفرص مش بتتعلن أصلا. ناس كتير بتفكر إن العلاقات معناها نفاق أو تملق أو استغلال، والحقيقة إن شبكة العلاقات الذكية هي ببساطة إنك تعرف ناس بتشتغل وتتعلم منهم وتبقى موجود في الأماكن الصح. أغلب الفرص اللي غيرت حياة ناس كتير، شغل وشراكات أو مشاريع أو سفر، جت من شخص عرف شخص. بناء شبكة علاقات مش معناه إنك تقابل ناس غنية وبس، معناه إنك تحط نفسك مع ناس عندها طموح وبتشتغل على نفسها وبتفكر لقدام. في العشرينات ده بيكون وقت مثالي لبناء الشبكة دي، لأن الناس لسه بتبدأ ومفيش حواجز كبيرة والعلاقات بتتكون بسهولة. الاستثمار هنا مش فلوس كتير، الاستثمار هنا هو عبارة عن وقت واهتمام وحضور. تحضر فعاليات وورش عمل، تحضر مؤتمرات ومجتمعات اونلاين، تشارك وتتكلم، ومش بس تتكلم، انت تسأل وتعرض المساعدة وتتعلم. اكبر غلطة انك تدخل اي علاقة وانت بتسأل هتستفيد ايه. العقلية الصح بتقول انا اقدر اضيف ايه، لان العلاقات اللي بتتبني على انك تاخد بس بتقع بسرعة. وفي نقطة مهمة جدا في العالم العربي، وهي سمعتك في الشغل، التزامك، كلام الناس عنك. دي عملة حقيقية ممكن تخليك أول واحد يترشح لفرصة كبيرة جدا أو آخر واحد يتكلموا عنه. علشان كده اشتغل كويس والتزم وسيب دايما أثر محترم ليك. مع الوقت شبكة العلاقات بتشتغل لوحدها وتلاقي الفرص بتيجي مش بتدور عليها. والأجمل إن العلاقات الذكية بتقلل المخاطرة. بدل ما تبدأ أي مشروع لوحدك يبقى معاك حد فاهم، بدل ما تاخد قرار كبير يبقى عندك رأي من تجربة. في العشرينات ابني علاقات مش لمصلحة سريعة لكن لمستقبل طويل، لأن اللي عنده شبكة علاقات قوية نادرا ما يقف قدامه باب. رقم 7 والأخيرة، وأنا في اعتقادي الشخصي إن دي أهم نقطة لازم تحافظ عليها في العشرينات، وهي صحتك وانضباطك الشخصي. دي آخر حاجة الناس بتحب تسمعها وهي بتتكلم عن الفلوس، الصحة. بس الحقيقة يا صديقي إن صحتك هي راس مالك الحقيقي. كل اللي اتكلمنا عنه قبل كده، سواء مهارة أو دخل أو استثمار أو علاقات، ولا حاجة فيهم هتكمل لو انت دايما تعبان أو مشتت أو مرهق أو أعصابك بايظة. في العشرينات أغلب الناس فاكرة إنها لا تقهر، سهر كتير وأكل غلط، ضغط مستمر، وتبقى تقول بعدين نصلح. بس بعدين ده بيجي في التلاتينات والأربعينات على شكل أمراض وإرهاق مزمن أو فقدان في التركيز أو احتراق نفسي. الصحة هنا مش معناها جيم غالي ولا دايت معقد ولا لايف ستايل مثالي. الصحة معناها انضباط بسيط، يعني نوم منتظم وأكل أحسن شوية، حركة يومية وتقليل من التوتر. حاجات شكلها بسيط جدا لكن صدقني تأثيرها تراكمي وخطير جدا بعدين. الشخص اللي بينام كويس بياخد قرارات أحسن وبيغلط أقل وبيكمل أطول. إنما الشخص اللي جسمه تعبان حتى لو ذكي أو حتى لو عنده فرص بيضيعهم لأنه مش قادر يستحمل الضغط. وفي نقطة ناس كتير مش واخدة بالها منها، وهي الانضباط الشخصي. الانضباط ده هو إنك تشتغل حتى وإنت مش متحمس، تكمل حتى وإنت مش شايف نتيجة فورية.
تلتزم حتى وانت لوحدك، وده نفس الانضباط اللي محتاجه في تعلم مهارة وبناء دخل والاستثمار وانك تدير فلوسك. لو ما عندكش انضباط في صحتك صعب يبقى عندك انضباط في فلوسك. في عالمنا ده يا صديقي ناس كتير بتفقد فرص مش علشان مش شاطرة، لكن علشان مش قادرة نفسيا وجسديا تكمل. والحقيقة القاسية ان بناء اي ثروة مش سباق سرعة، ده سباق طويل، واللي بيكسب فيه مش الاسرع لكن اللي يقدر يحافظ على نفسه. علشان كده استثمارك في صحتك مش رفاهية، ده تأمين على مستقبلك وحياتك. لان الفلوس من غير صحة بتتحول لعبء، لكن الصحة مع عقل منضبط بتخليك تبني اي حاجة في الدنيا. السبع حاجات دول يا صديقي مش وصفة سحرية ولا طريق مختصر للغنى، دي قرارات بسيطة لو بدأت بيها هتفرق معاك فرق ضخم بعد 10 أو 15 سنة إن شاء الله. في العشرينات انت مش محتاج تبقى غني، انت محتاج تبقى ذكي في اختياراتك. اختار تبني مهارة وتأمن نفسك كويس جدا، وتفهم فلوسك صح، وتستثمر في حاجات صغيرة، وابدأ ابني علاقات. ومع كل ده لازم تحافظ على صحتك وانضباطك، والنتيجة هتكون حرية في سن ال40، مش ضغط وندم زي ناس كتير وأمثلة كتير انت شايفها قدامك دلوقتي. لو الفيديو ده فادك يا صديقي اشترك في قناة شريف يستثمر ودوس لايك علشان يوصل لناس اكتر ويفيد اكتر عدد من الناس، واكتب لي في الكومنتات ايه اول حاجة هتبدأ بيها من السبعة، واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي.